السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، أهلا بحضراتكم بفيديو جديد. النهارده حضرات قبل ما ندخل على الفيديو اللي معانا عايزين كل الناس تنزل تصلي على النبي وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان كل الفيديوهات الجديدة توصلكم أول بأول. المغرب يا جماعة، المغرب النهارده يا داليا أصبحت حديث الساعة. فعلا يا بس ماشي، الإعلام كله بيتكلم عن المغرب، ويمكن خلي بالك كمان الإعلام الأوروبي كمان هو اللي بيتكلم عن المغرب وعن المشاريع العملاقة اللي المغرب بتعملها. أكيد. طبعا احنا النهارده هنعرض عليهم يا داليا أحد المشاريع الكبيرة اللي موجودة في المغرب اللي خلت الاعلام كله يتكلم عنها بالظبط بس كده. احنا واحنا عارفين ان المغرب بتتطور كل يوم عن التاني وبتقدم للعالم كله مشاريع بتفيد البشريه. سبحان الله، ده المغرب كمان يا بس شفنا دول كتير عايزه تمشي على الخطى بتاع المغرب يا بس أكيد في, أكيد. في الاستثمار، في المشاريع، في الصناعات. احنا شفنا المغرب بسم الله يا ما شاء دنيا الله. الدول العربيه دلوقتي كلها اصلا بتغير من المغرب علشان المغرب اصلا بدات يعني بالصناعه بتاعتها ماشي، عدت دول اوروبا كلهم وخلي بالك، وعلشان كده احنا كدول عربيه كلنا لازم نشوف المغرب بتعمل ايه ونعمل زي تبع الخطه بتاعتها بامان. فعلشان ما نطولش عليكم مقدمه الفيديو يا جماعه، هندخل دلوقتي نشاهد مع بعض الفيديو من احد الفيديوهات المهمه اللي موجوده في المغرب. بس ما تنسوش دعمنا باللايك والاشتراك في القناه، ويلا بينا ندخل نشاهد الفيديو. الدقه حاضره في جميع المراحل. علاش الفلاح كيجي للمشتل؟ قبل كان كياخذ الزريعه ويزرعها، هاد الطريق ما بقاتش خدامه. الفلاح الا بغى تطوير الانتاج خاصو ضروري بذور من المشتل، هي تقنيات معتمده ومخطط مضبوط وسليم. المراحل الكبيره اللي كيدوز فيها هذا سميتو. اولا كنبداو بالرومبليساج، كنعمروا هذيك لا تورب كنعمروا لي بلاك بلا تورب وكيدوز للسوميل. من السوميل لا جيرميناسيون، هذيك لا جيرميناسيون حتى هي عندها ضوابط ديالها، عندها 100% ديال الرطوبه و25% ديال الحراره، ومن تما كيمزيو للفاج كيبقى هنا واحد 14 يوم كيدخل الغرفه ديال التطعيم. وهذه الغرفه التطعيم هي بمثابه قاعه ديال العمليات بالنسبه للخضروات. كنديروا جوج ديال النباتات، كنديروا واحد اللي هو سوفاج، اللي واحد النبته سوفاج اللي عندها العروق اللي عندها العروق ديالها عندهم لا ريزيستونس كونتر الامراض ديال الارض، فيزاريوم مثلا، الفيزاريوم والفيرتيسيليوم والنيماتود. وكنغريفيو عليها ديك الطماطم اللي هي ما عندهاش هذوك لي ريزيستون، هي اللي كتعطي الانتاج بوفره للفلاح. وهذه التقنيه ما يمكنش الفلاح يديرها عنده لان عندها بزاف ديال الدقه. ومن بعد الكريفاج كتخرج عاوتاني للفاج، كتبقى هنا واحد 14 يوم ولا 15 يوم، عاد كتجي مرحله ديال ليفرزون اللي كنصيفطوها للفلاح ديك الساعات. واحد المده بين السومي ولا ليفريزون بالنسبه للفلاح 55 يوم اللي كدوز الشتله هنايا في المستنبت باش تمثل عند الفلاح. الطماطم هي المهمه عندنا هنايا، ولا الطماطم هي اللي كتحتاج واحد التقنيات، واحد الدقه كثيره بارابور لي زوتر كولتور اللي كنديروا. هي سونسيبل، هي حساسه لجميع الامراض، لي بكتيري، لي فيروس. داكشي علاش لا بيبينيير ضروري تاخذ واحد الاحتياطات اللي هي كبيره في الانتاج ديال هاد الطماطم هذه. وكتبعها عاوتاني الفلفله، كنديروا فلفله بزاف، وكاين الدلاح، البطيخ، السويهله، الكانطالو، اللوبيا، الخيار، الدلجان، تبارك الله كلشي. جميع الخضروات اللي كيستعملوها المواطن المغربي راه كنديروها هنايا في اسميتو. وتقريبا هذا العام تقريبا الخامس دابا تقريبا بدينا حتى دوك لي فرويروج الفرامبواز، لان تقريبا العام الخامس هذه كنديروا لي بلون ديال لي فرويروج. يمكن نتكلموا على طرق واساليب العمل متشابهه، لكن الاختلاف كيكون على حساب كل زراعه على حده. الدقه حاضره، يد عامله اعتادت على رعايه البذره والشتله طيله مراحل الانتاج. العنصر البشري راكم التجارب، اصابع اليد موزونه، لا مجال للخطا. التركيز على الطماطم عنده كثير من الاسباب. الدرجه الاولى خصوصيات المنطقه، ثم الاجتهاد الكبير والمكان اللي صبحت عليها مشاتل شتوكه.
المشاتل يعني لازم انها يعني توفر على بنيه تحتيه، واحد الانفراستركتور اللي هي مؤهله لانتاج شتائل في ظروف وقائيه وظروف صحيه اللي هي مطالبه، يعني خصوصا في الاكراهات ديال السنوات الاخرى اللي تنعيشوا من ناحيه يعني الامراض اللي هي منتشره بواحد الشكل كبير. لهذا الا ما كانش البنيه يعني مؤهله ما يقدرش اننا ننتجوا شتائل اللي هي سليمه، يعني قادر ان الفلاح يدير بها الموسم ديالو في ظروف اللي هي عاديه. يعني بالاضافه للبنيه التحتيه اللي هي يعني مطالبه وتكون مؤهله، يعني لازم ان تكون من وراها يد عامله اللي مؤهله وعندها واحد مستوى يعني تقني اللي هو تيأهل انك تنتج شتائل ذات جوده عاليه وذات يعني جانب صحي اللي هو سليم. الهاجس الكبير ديال الطماطم هو الهاجس الصحي، لان كيف قلت لك يعني معرضه لواحد العدد ديال الامراض البكتيريه والامراض الفيروسيه اللي هي خطيره، ولا تتشكل عائق كبير يعني واكراه كبير للفلاح في هذه السنوات الاخرى. الدور ديال المشتل هو انه يوفر شتائل يعني ذات جوده عاليه وذات يعني صحه، يعني جانب صحي اللي هو سليم، اللي تقدر ان الفلاح يعني يدير الموسم ديالو في ظروف يعني اللي هي يعني عاديه وظروف اللي هي جيده. الهاجس الوقائي حاضر بقوه وموكول البحث العلمي لاشتغال على الاصناف كتتحمل الامراض. هنا في هذا المختبر المراقبه ديال النقله قبل ما تخرج عند الفلاح في كل مراحل اولويه. الدور ديال لابوغاتوار كيدير لي تيست ديال لي برودوي اللي كيتستعملوا ديال لي سيت ديالنا. دونك كنشوفوا لي برودوي اللي صالحين لينا باش نستعملوهم كونتر باش نحميو النقله ديالنا من الامراض قبل ما تصاب بالامراض. وكذلك كيدير دور واحد اخر اللي هو كنحاولوا نشوفوا ليطا ديال لو سيت دو برودكسيون ديالنا، سيتادير كنشوفوا لي شومبر ديالنا ديال لا جيرميناسيون ديال الغريفاج، ليسباس فاش كنديروا ليلفاج ديالنا واش نقي واش ما فيهش دي مالادي قبل لاكتيفيتي، قبل ما نبداو لاكتيفيتي او كور د لاكتيفيتي. مركز نقل التكنولوجيا الزراعية التابع للجمعية المغربية للمنتجين والمنتجين المصدرين الخضر والفواكه كانت ولادته قبل 20 عام تقريبا على مساحة ديال 7 ديال الهكتارات، 8 ديال البيوت مغطاة، كيضم مهندسين تقنيين ومنصة للتجارب وتقاسمها. البعض من أدواره والأهداف المتوخاة في هذه الدردشة مع أحد القائمين عليه. العرايس السرغيني، بلا شك الا بغينا نتكلموا على أسباب نزول مثل هذه المراكز ديال نقل التكنولوجيا، يعني اش من خانه كتدخل اسباب النزول مثل. طبعا يا حضرات زي ما كلنا استمتعنا مع بعض بالفيديو الجميل اللي معانا النهارده دوت، اللي بيجسد حقيقه المغرب وقوتها العظمى اللي موجوده في الوطن العربي ويمكن في العالم كله. وعلشان كده يا جماعه الفيديو دوت نستناه، نتمنى ان هو يكون نال اعجاب حضراتكم، ويا ريت ما تبخلوش علينا باللايك والاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.